السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تسمعونا حسكم؟ ايه اللي جرى عندكم؟ حسكم رايح فين؟ جمعة مباركة عليكم جميعا، اهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع اسلام ابو مازن. اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك نبدا اخبارنا النهارده. ومن تاني بنقول صباح الخير، صباح النصر، مساء الخير، مساء النصر. احنا ملوك اليد في مصر، بنبارك لكم من تاني وتالت ورابع، ومليون مبروك كمان فوزنا على نادي اسوان. لكن في الاول حابين نقول حاجه، نصحح حاجه، نوضح حاجه عشان خاطر ده عهدنا معاكم. انت او انا سمحت لحد عزيز عليك او يكاد يكون ابنك وقلت له روح المشوار الفلاني او روح المكان الفلاني، وفجأة اتأخر او ضايقك، رحت متضايق منه قلت له مش هتروح تاني، ما انتش رايح تاني، مش هوديك، مش هتروح خلاص. معنى ذلك ان انت بتكرهه؟ معنى ذلك ان انت بتطرده من بيتك؟ معنى ذلك ان انت ما بتحبوش؟ لا طبعا. فده اللي حصل معايا في موضوع احمد الاحمر لما خسرنا البطولتين وخسرنا الثالثه، واداء احمد الاحمر ما كانش متميز. من حزني ومن زعلي قلت لاحمد الاحمر كفايه بجد، انت كبرت، كفايه. لكن عايز اقول لكم كلمتين. انا مش هحب حد في الدنيا اكتر من الزمالك، ومش هحب برضو غير الناس اللي بتخدم الزمالك، واحمد الاحمر خدم الزمالك كتير. لو قلت كده قلت عشان خاطر زعلي على الخساره، وزعلي ان ده كان النجم بتاعنا اللي اصبح مستواه ممكن شويه بينزل عشان خاطر حكم السن. لكن صدقوني، اللي عمله احمد الاحمر في تاريخ نادي الزمالك في كره اليد يشفع له انه حتى لو هيلعب كماله عدد، مثلا انا بقول مثلا ما ينفعش نهاجمه، ما ينفعش نقول له انت ازاي تعمل كده، لا عمل كتير. يمكن بس كان سبب الموضوع ان انا كنت خايف انه يكون متضايق من حاجه ومن موضوع الفلوس، الكلام ده كله يعني، فحاجات بتخش في بعضها. لكن لا احد ينكر دور احمد الاحمر في تاريخ نادي الزمالك لكره اليد. سطر تاريخ كبير جدا 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 جدا. صدقوني لو بيلعب بقول لك كمالة عدد وملوش دور عادي، ما نقدرش نهاجمه. ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور؟ مبدئيا احنا كان لينا هدف في مباراة اسوان. الكرة بتاعت احمد زيزو لم يكن متسلل لانه لم يلمس الكرة. خلاص خلصنا. لحد امتى كل ماتش هفضل مظلوم؟ لحد امتى كل ماتش مش هتحسب لي ضربة جزاء، مش هتلغي لي جول؟ الكلام ده كله لحد امتى؟ لحد امتى الحالات الجدليه؟ عيد تاني نفس الكلام اللي بقوله من سنين. الحالات الجدليه الصعبه تتحسب على الزمالك، وعمر ما في حاجه تتحسب للزمالك. يعني كره مشكوك فيها وتتحسب جول للزمالك، او ما تتحسبش وما تحسبهاش. كره مشكوك فيها انها تستحق ضربه جزاء او ما تستحقش، لو للزمالك اوعى تحسبها له ضربه جزاء. لحد امتى؟ والله العظيم على فكره ده بيفرق معانا جامد في الترتيب يا جماعه. هو فرق النقاط لما كل ماتش تخسر بسبب حكم 3 بونت 2 بونت تخسر الكلام ده، هتروح فين؟ ما الفرق بيوسع بينك وبين اللي قدامك. وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يتعمد ظلم نادي الزمالك. مبدئيا كده عايز اقول لكم ان حاتم سكر ان شاء الله هيشارك في المباراه القادمه، وان الاصابه اللي جات له في المباراه والكدمه اللي جات له وكمل المباراه وتحمل على نفسه ان شاء الله اصابه خفيفه وهيبقى متواجد. ليه بتكلم على حاتم سكر؟ في ظل اصابه احمد ابو الفتوح اللي ممكن تقريبا ما يلحقش حاجه الموسم ده، وفي ظل اصابه محمد عبد الشافي وعبد الله جمعه. مالك يا عبد الله في ايه؟ والله العظيم كنت معدي بسرعه الصاروخ في يوم من الايام، فجاه مش لاقيناك. صراحة يعني حاجة غريبة خالص. طيب منتظرين الفلوس، منتظرين الإيداعات، منتظرين الحسابات، فك الحظر على حسابات نادي الزمالك، رفع الحجز على حسابات نادي الزمالك. الاتحاد الأفريقي سوف يعطي للزمالك أو يمنح الزمالك أو يسدد للزمالك، لأن ده حقنا، 700 ألف دولار بسبب خروجنا من دور المجموعات. الثالث على المجموعة، الثالث والرابع في دور المجموعات بياخدوا 700 ألف دولار. نادي الزمالك خزينته سوف تنتعش، بس هنفتح فين حسابات البنوك؟ منتظرين الشغل ومنتظرين رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك، لأن ده موضوع مهم جدا جدا. وبما إن ذكرنا سيرة الفلوس وكنا هننسى، وإزاي ننسى؟ ملكوش بركة غير لعيبة كرة اليد، والله العظيم ادوهم مستحقاتهم ويمكن بزيادة كمان.
اللي يجيب لك بطولات تشيله فوق دماغك وتقول له خلاص مش محتاج اي حاجه، مديك كل مستحقاتك. ده اللي المفروض نعمله. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ بذكركم برضو عشان ما ننساش، في شهر 7 الجاي ان شاء الله هنلعب في البطوله العربيه للانديه. معانا في مجموعتنا النصر السعودي الزعيم، معانا في مجموعتنا الشباب السعودي، وبنسبه كبيره هيبقى الاتحاد المنستيري التونسي وليس المحرك البحريني. بنسبه كبيره اتوقع الاتحاد المنستيري. على فكره دول انا توقعتهم الفرقتين دول، الشباب والاتحاد، من اول ما التصفيات كانت شغاله. فبنطالب باتزان الاداء واستعاده المستوى اللي يخلي جمهور نادي الزمالك سعيد ومبسوط. عايز اقول لكم بقى ان اوسوريو، اصل البطوله مش هتبقى سهله، مش سهله خالص يعني. اوسوريو الى الان بيقول ان هو شايف ان المكسب كويس، لكن الاداء لسه ما وصلش للي هو عايزه، لسه اللي بيفكر فيه ما اتطبقش. على فكره خطط اوسوريو في الملعب خطط فنيه بحته. ده راجل صاحب قرار. انا هقول لك بس هو بيشتغل ازاي، بس هل ده يمشي مع لعبتنا دي او مع اللعيبه المصريه؟ هو صاحب قرار وصاحب خطه وليس مؤدي. انا هجيبك نلعب على الورق 4-3-3، يلا خش كل واحد في مركزه حاول تجيب جول. لا، هو بيحاول، هو مش كده، هو بيحاول ينفذ لك ويوصل لك ان هو عايزك تأدي اللي هو بيقول عليه، تنفذ اللي هو عاوز يبنيه، اللي هو عاوز يخططه، مش مجرد تشكيله والسلام او رصه لعيبه في الملعب والسلام. هل لعيبه الزمالك تقدر تستوعب؟ هل اصلا اللاعب المصري يقدر يستوعب الخطط في الملعب؟ ولا هم بيلعبوا على مبدا 4-3-3، انت يا اسلام هجوم وانت يا محمد دفاع وانت باك شمال وانت باك يمين وكمل يلا مسيرتك؟ لعيبه المصريين اغلبهم بيلعبوا كده، لكن هو مش كده. هو بيركب ادوار للعيبه في الملعب، بيعمل تحركات، حاجات كتيره قوي، بس هل هيستوعبوها؟ ده اللي هنشوفه وده اللي هنعرفه خلال الايام المقبله ان شاء الله. الخبر التالي معانا بخصوص بيتسو موسيماني. كنا اتكلمنا امبارح عليه وقلنا ان في كلام دار بينه وبين كابتن محمد صلاح، واللي اتقال وان قال ان هو عايز لعيبه عشان يدرب الزمالك وما عندوش مانع. كمان سال هل رئيس نادي الزمالك متواجد ولا هيرحل ومش هيبقى في رئيس نادي. على فكره الحته اللي اتكلم فيها دي مهمه جدا بالنسبه للصفقات وحتى مديرين فنيين واي حد هيجي لك. انتوا عندكم الاستقرار ولا مفيش؟ انتوا في مجلس اداره اصلا ولا مفيش؟ ده موضوع كبير يعني، موضوع اتكلمنا فيه كتير، وعدم الاستقرار بيؤدي الى الانهيار. خلصانه. لكن عايز اقول لكم ان موسيماني لما بدا يقول انا اهو، الانديه بدات تتهافت عليه. نادي الترجي التونسي بيفكر في موسيماني وعايز موسيماني. نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي برضه بيفكر في موسيماني وعايز موسيماني. الرجاء المغربي كمان عايز موسيماني. ومنتخب نيجيريا بيدرس التعاقد مع موسيماني. عايز اقول لك بقى كلمتين ورد غطاهم، ان لو نيجيريا قدمت عرض رسمي لموسيماني اكيد هيروح. هو اكيد هيفكر يدور انه يخوض تجربه منتخبات وتحقيق القاب مع المنتخبات. ده بخصوص موسيماني. لكن ما زلت بقول ان اوسوريو يستحق فرصه، لسه ما حصلش على الفرصه. انا مش هجيبك في اول شهر واقول لك انت وحش يلا. ده في ناس في اوروبا على فكره بيصبروا بالسنه والسنتين على المدربين. انا بقولكش اصبر سنه، بس اصبر لحد ما تجيب له صفقات، بلاش نستعجل. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ و قصه يوسف اسامه نبيه. بعيد عن اي كلام بيتقال وان هو مضى خلاص وخلص مع نادي بيراميدز، لكن هتقول لي ندمان وزعلان وبيفكر في الرجوع، ونادي بيراميدز اللي مش عايز يرجعه ومش هيديله اي عقود. الموضوع خلص وانتهى. محدش هيستعطفنا، مش هنقول اتظلم، مش هنقول خلصت خلاص وان هو كان نفسه يرجع لنا وما حصلش نصيب وان بيراميدز صمم ان هو ياخده. لا، محدش ضربه على ايده لما مضى لنادي بيراميدز. محدش قال له سيب الزمالك غصب عنك. ده كان كله بكامل ارادته، لكن يمكن اصابه الندم بعد حزن وزعل جمهور نادي الزمالك منه وليس عليه. احنا زعلانين منه، احنا متضايقين، احنا زعلانين من والده، لان المفروض انه كان اسمهم زملكاويه. فمحدش يستعطفنا ويقول اصل والله غصب عنه ومش غصب عنه. طيب المظلوم انا بعتبره مظلوم. انا هتقول لي ليه؟ عشان ايه هقول لك مظلوم.
بيحاول يشتغل على قد ما بيقدر، بينقصوا شويه حاجات المفروض يعملها، مش معنى ذلك انه يتعرض لهجوم حد. احمد مرتضى منصور اللي بيتكلم وبيقول تاني كان بجرة قلم كنت ممكن ما شاركش في كاس الكؤوس الافريقيه، لكن عندنا رئيس نادي محترم قرر ودفعنا الفلوس، شكرا لكم بجد. مش بس كده، ده مع حجز الارصده على نادي الزمالك. مش بس كده، قال على طول محدش من اللي بيهاجموا رئيس نادي الزمالك ولا بيهاجموني قال لنا الف مبروك، لكن في الخساره كله يطلع يهاجم ويذكر اسمك. والله بجد كلامه صح. انت عامل شغل كبير، انت حركت الطايره داخل نادي الزمالك بعد ما غابت لسنين، انت اشتغلت صح، لكن ينقصك بعض الخبرات وبعض التدعيمات. مش بتكلم على تدعيمات الفرق، تدعيمات بجوارك من اصحاب الكفاءات داخل نادي الزمالك في كره العاب الصالات، في كل الالعاب. فبتمنى ان انت تستعين، وفي نفس الوقت انت شغال صح مش شغال غلط. انت بتجيب بطولات وبتخسر بطولات، بس اهم حاجه قبل ما بتخسر بتجيب. طيب، ربنا يشفي محمود حمدي الونش، خلاص اللي يقترب من الرحيل، ويا ريت ما يتاخرش سفره عن كده عشان خاطر يعني يمكن ننقذ ما يمكن انقاذه. بخصوص حمزه المسلوسي زي ما قلت لكم، اسوريو مش ممانع ان هو يجدد، لكن اداره نادي الزمالك منتظره يعني العرض المالي اللي هيتعرض عليه هيوافق عليه ولا لا، عدد المحترفين هيبقى كام، شويه حاجات كده. نتمنى انها تخلص على خير، ونتمنى ان الاستقرار على الصفقات يكون بعناية شديدة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. طيب، النهاردة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة نادي الأهلي هيلاعب الترجي التونسي. أظن الحكاية خلصت، الرواية خلصت، الأهلي صعد خلاص لدور النهائي لأنه كسب 3-0 في تونس. استحالة بعد الغيابات وبعد الإصابات اللي بتواجه نادي الترجي التونسي إنه يعمل رومنتادا ويرجع، ده من رابع المستحيلات. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. مليون مبروك، ويا رب دايما من فوز لفوز وانتصارات لانتصارات. عشان الزمالك حب في قلبنا. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القادم افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.